أثناء ما جاي يمشي استوقفنا هذا الإنسان الطيب اللي يشتغل بهذا البرد. بالآونة الأخيرة بدأت تنتشر بأغلب شوارع النجف فكرة التكة والمعلقة، وبصراحة الشغلة حلوة أبد ما بها أي تأخير، وبنفس الوقت أسعارهم جدا رخيصة. أما القعدات شوي راح تكون باردة، وبنفس الوقت مكان شعبي مثل ما تشوفون، ما راح تحس روحك قاعد بمطعم أصلا. هالقعدات تذكرني بالقعدات اللي نقعدها بالحدايق ويا الشباب ونشعل النار ويدور كتل مي ويا شاي على الفحم. بالنسبة لي أكثر شي تعجبني بهالمطاعم هي القعدات الشعبية، والأحلى من كل هذا هي أسعارها تكون جدا رخيصة، بحيث أغلب الناس تقدر تجي وتجرب الأكل يمه. مع العلم سعر الشيش بس ب500 دينار. خلي ببالك التشيش والتغطية كله راح يكون قباله، والسبب اللي يخليه رخيص هي حجم القطعة راح يكون شوية صغير. شيش التكة أو المعلاق أو القلب ويا الصمون الحار ويا الطماطة ويا الليمون، كل هذا راح يكون سعر أقل من 1000 دينار، يوصلك حار بحار. بالنسبة للعنوان النجف، شارع السلام مقابل ولاية علي. شو ما يتعرف عليها.